زعلان عشان أكتر ناس حبيتهم وضحيت عشانهم خذلوك وخانوك وتخلوا عنك. تعرف إن ربنا حصل فيه كده كمان؟ بني إسرائيل عملوا في ربنا كده. بعد اللي ربنا عمله لهم كله عبدوا العجل. شوف ربنا بجلالته وبعظمته يقول لهم إني فضلتكم على العالمين. شوف ربنا لما يقول لحد ربنا يقول لحد إني فضلتكم على العالمين، أنا مفضلكم على الناس كلها. يعني تخيل ربنا كده بيقول لقوم إن هو فضلهم، إن هو اختارهم. وشوفوا هم عملوا فيه إيه. فربنا قالك أنا اتعمل فيا كده، أنا قدمت كل حاجة عندي وفي الآخر عبدوا العجل. فأنت ليه تزعل بقى لما حد يغزلك؟ ولا ليه تزعل لما حد يظلمك بعد اللي انت عملته معاهم ده كله؟ ما تزعلش. ربنا يعني اللي هو يعني خلاص ده ربنا حصل فيه كده. انت كعبد لما يحصل فيك كده خلاص يبقى هوا ولا حاجة ولا كأنه حصل. يبقى ده طبيعي ومتوقع من اكتر الناس انت خدمتهم، متوقع من اكتر الناس انت حبيتهم، ومتوقع من اكتر الناس انت وقفت جنبهم. اعرف على طول ان ده ممكن يحصل منهم. فانت لما تيجي تعمل وجه الله. هم بقى قابلوها بجحود، يبقى ده فيهم هو وعيبهم هم. قابلوها بتقدير، يبقى الحمد لله. لكن انت ما تزعلش خالص، ما تزعلش خالص من اي حد.